السلام عليكم. النهاردة هقول لكم معلومات لو انتوا داخلين لعبة MM2 جديد. انا متخصص في اللعبة دي. تمام، فانا هقول لكم معلومات ان اللعبة دي تعتبر بتدي خوازيق حرفيا يعني. هحكي لكم برضو يعني، هحاول افسر الموضوع كله وعشان لما تيجوا تلعبوا اللعبة تبقوا عارفين كل حاجة. تمام، لو انت داخل فقير مبتدئ، اول حاجة انك تعملها هما حاجتين: يا اما تلعب عادي وتستنى رزقك او تشحت. تمام، وتاني حاجة ممكن تعملها هو انك تنصب على الناس. خلينا يعني على الواقع، يا اما تنصب يا اما تستنى رزقك على الله. تمام، انا عملت ايه؟ انا نصبت. تمام، لا ماشي، ما نصبتش عشان الراجل عمل لي انفريند بعديها من غير سبب يعني، ملناش دعوة. تمام، فانت مثلا لو عديت، لو قوة اسلحتك عدت ال50 نقطة او ال100 نقطة كده انت بتلعب في الرينج الكويس، فاهم؟ لانك انت كده دخلت في منطقة انك كل ما تبدل لازم تكسب، او كل ما تبدل حاول الايتم اللي انت هتجيبه يبقى كويس، قيمته حلوة. افهمك برضو ازاي يعني. استنى. تمام، آه. نعتبر انك مثلا جبت مثلا هارفستر. السلاح ده قيمته قلت ليه؟ هقول لكم برضو. بصوا، انا قلت لكم انتوا تعملوا ايه لو انتوا لسه داخلين اللعبه: تلعبوا وتستنى على رزقك يا اما تنصب. تمام، نعتبر انك بقى معاك سلاح هارفستر مثلا يعني، انت بقى تستغل النقطه دي انك تروح وتنصب على واحد مثلا، او تبدل هارفستر بحاجه اعلى واغلى منه. انت هتقول له لا ده الهارفستر جامد وبتاع وهو هيصدقك لان الهارفستر فعلا جامد، بس هي قيمته قلت لاني. طيب دي بقى الحته الجديده. بص، السنه اللي فاتت اللي هي سنة 2024 كان نازل. 2024 لا 2023 كان نازل سلاحين ومسدس. كان نازل الجنجر سكوب وكان نازل الايفرجن وسكينة الشجرة ومسدس الشجرة والقناصة اللي هو الجنجر سكوب. طبعا دول قيمتهم دلوقتي هما أغلى حاجة في اللعبة، سواء كانوا كروما سواء كانوا مسدس عادي. الجنجر سكوب أغلى مسدس انشنت، ويعتبر أغلى مسدس في اللعبة كبيس، حتى غالي موت أكتر ممكن من الكروما يعني. ومثلا لو جينا بصينا على الإيفر ست، الإيفر ست اللي هو السكينة والمسدس، هو بيلعب في اللعبة كلها بيس أو كروما، هو نمبر 1 عشان نبقى عارفين، هو نمبر 1. فلو جينا بقى على السنة اللي بعديها اللي هي سنة 2024 هنلاقي برضو حدثين: حدث الهالوين وحدث الكريسماس. بص، لعبة الام2 دي تعتبر شبه ممكن تبقى نظرية، هي مش فيلم ولا تحقيق. بصوا، اللعبة ماشية على النظام ده: السنة حدث يبقى حلو والسنة التانية الحدث ده يبقى حلو. يعني سنة 2023 كان الكريسماس، والسنة دي برضو كان كريسماس، وسنة 2025 كان الهالوين. ما بس دي يعني تعتبر فاشلة يعني، مش صح. طيب بصوا، جينا بقى على 2000 سنة، جينا على سنة 2024 نزل سكينة السيليستيال والكونسليشن، ده المسدس. وفي الهالوين نزل الفامباير ست اللي هو الفامباير اكس والفامباير يون. هل نزل منهم آه الكرامة؟ نزل في المسدسات بس، ما نزلش في السكاكين لأنهم كانوا انشن، ومفيش أي سكينة انشن في اللعبة تبقى كروما، مستحيلة، دي ما تنفعش. طبعا السكاكين أول ما نزلت كانت وحشة، وقيمتها نزلت. اجت بعد ما التحديث خلص، بوم، بعد
بعدها بأسبوع بالظبط كله طار. وحاليا الأحسن هو الكونسليشن. تمام. كانت سنة 2025. أنا حصل موقف، أنا حاجتي اتسرقت، حاجات بالهبل اتسرقت. فقلت طب لما أعمل هاك، فلما جيت أعمل هاك جبت سكينة إلين بيم وجبت الريجن ودخلت على ودخلت على الكريسماس، جبت برضو الحاجات وجبت الحاجات. طبعا أنا فقدت الأمل. ليه؟ لأن الحاجات بعد ما الحدث خلص الحاجات كانت زبالة، كانت قيمتها وحشة موت، ما كانتش بتجيب حاجة، كانت صعبة. دخلنا على السنة الجديدة، الحاجات دي مش هقول لك بقت طايرة. سكينة إلين بيم اللي كانت عاملة 250 اللي ما كانتش بتجيب حاجة عاملة 100، رابع أغلى أيتم في اللعبة دلوقتي أو تالت أغلى أيتم في اللعبة دلوقتي بمليون، بمليون إيه، ب2500 نقطة. يا لهوي، إزاي؟ هي دي اللعبة. هي بتلعب في الحتة دي. أنت لو جبت حاجة بعد ما الحدث يخلص أو وسط ما الحدث بادئ، يعني لو الحدث بدأ، غالية، غالية، غالية موت. في نص الحدث قيمتها هتقل للنص. على لما الحدث بقى هيبقى خلاص هيخلص، قيمتها بتقل جامد. الحدث بقى يخلص بتقل أكتر، أسبوع يعدي، أسبوعين، تلاتة، بتقل أكتر وأكتر. رابع أسبوع هتزيد شوية. نخش على السنة الجديدة، استقبل السكينة طارت. وبرضه نزل منهم كورونا. دي الحاجات اللي انت هتبقى محتاجها لو دخلت اللعبة. انت لو معاك حاجة اصبر شوية وهتغلى. ولو انت داخل يعني اصبر، والرزق على ربنا، اما تنصب على حد. انا مش بقول لك تنصب، انا بقول لك الطرق، ما بقولكش روح افسد. تمام. في بقى حاجة تانية، الهارفستر كان غالي موت وكان مشهور موت. تمام. لما بدأ بقى ينتشر والناس بتقول هارفستر هارفستر، فالطلب قل. يعني الطلب يعني ايه؟ يعني ده حاجة مشهورة، ففي ناس بتقول لي احنا عايزين وعايزين وعايزين وعايزين. يعني الناس بتطلب من نيكليس اللي هو صاحب اللعبة، هات لنا زيادة او احنا عايزينه. فبالتالي قيمة ده هتزيد وهينتشر، يعني هيبان في اللعبة. تمام. فلما هيبان في اللعبة الطلب هيقل، لأن خلاص هما شافوا إيه، لا يا عم ده بقى عادي وبقى مع كذا واحد، فخلاص ما عادش حد يبقى عايزه. نفس الموضوع حصل مع الكونسيبيشن. كان عامل 1500 نقطة في شهر ونص، لا في شهر بس وصل 3750. ده في شهر. الطلب عليه كان بيزيد كل شوية، ما كانتش حاجة طبيعية، كان كل شوية بيزيد. فلما الناس بقى بدأت برضو إن هي بتشوف ده الطلب بقى كتير وممكن يبقى مع كذا واحد، قالوا لا خلاص احنا ما قلناش عايزينه، يلا. قيمته قلت من 3750 ل 2250، اللي هو يعني مش فاهم، يعني حاجة مش طبيعية خالص. بس ده الطبيعي، انت بتبقى عايز حاجة مثلا. هديك مثال بسيط جدا، الشوكولاتة. الشوكولاتة دي عجباك، انا عايز شوكولاتة، انا عايز شوكولاتة، انا عايز شوكولاتة دي، انا عايزها. الشوكولاتة دي انا عايزها النهاردة. وكل يوم بقى هتجيلك. اكيد اكيد هيجيلك يوم وتقول لا خلاص طعمها بقى عادي بالنسبة لي، ما عدتش عايزها. نفس الموضوع في لعبة ايه بنتو بالظبط. انا عايز ويجي في الاخر يقول لك لا خلاص ما عدتش عايز، زهقت منه. فبالتالي قيمته هتقل. وانصحك ما تشتريش اي حاجه من اي موقع. يعني اشتري لو عايز، بس ايه يا اسطى، ده احنا اغلى حاجه في اللعبه عامله كجنيه مصري 270,000 جنيه. ده اغلى حاجه في اللعبه. يعني الواحد هيشتغل تاجر مخدرات اقسم بالله. بس دي الحاجات اللي انت المفروض انك تعملها لو عايز تخش وتبدا في اللعبه على طول. وباذن الله اول ما اخلص امتحاناتي
إن أنا في تالتة إعدادي هخلصها وهنزل فيديوهات كل يوم بإذن الله. سلام يا عبد يا بطل.